ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي ان احنا نقدر نحدد هدفنا في الحياه. الفيديو ده مهم جدا حرفيا وهيفرق معاكم جدا، لان الفيديو ده هيعتبر هو الدليل بتاعكم ان انتوا ازاي هتمشوا حياتكم بعد كده، حتى لو انتوا في اي سن كان، في اي مرحله كانت. بس الفيديو ده هيفيدكم خصوصا لو انتوا مثلا من سن، يعني خلينا نقول 13 14 15 فيما فوق حرفيا، يعني حتى لو في العشرينات، فالفيديو ده هيفرق معاكم جدا. هتلاقي ايه؟ ان انت عندك 16 سنه طالعه تتكلمي في موضوع كبير زي كده واهداف الحياه ومش عارف ايه. هقول لكم ان هي مش بالسن. اول حاجه، تاني حاجه ان انا الحمد لله جربت الحاجات دي وفرقت معايا، ان انا فعلا الطريقه دي فرقت معايا، ان انا عرفت احدد بيها انا عايزه ايه في حياتي، انا عايزه اعمل ايه، انا مش عايزه اعمل ايه. وبرده ما زلت بتعلم، وما زلت في حاجات ممكن من الحاجات اللي انا بقولها دي تفيد ناس وما تفيدش ناس. بس المهم ان الفيديو ده هيساعدكم جدا لو انتم مثلا محتارين اصلا، مش عارفين عايزين تعملوا ايه في حياتكم، لسه عندكم قرارات عايزين تاخدوها بس مش عارفين كل الكلام ده. فمجرد ما انتوا تحددوا اهدافكم الاساسيه في حياتكم او الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها في حياتكم، ده هيساعدكم بعد كده ان انتوا اي قرار تاخدوه في حياتكم تاخدوه بسهوله، لان هو مبني على اساس معين، اللي هو انتوا عايزين تبقوا كذا، عايزين تعملوا الحاجه الفلانيه. فاي قرار هتاخدوه لازم تروحوا تطبقوه على الاساس اللي انتوا عاملينه اساسا. فاولا اصلا لو انتوا مش عارفين اصلا يعني ايه ان انتوا يبقى عندكم هدف في حياتكم، او اصلا انتوا ما كانش في بالكم الفكره والفيديو اجى قدامكم بالصدفه، فاعتبروا ان دي اشاره ليكم ان انتوا لازم تبتدوا تبنوا حياتكم على اساسات معينه. الاساس ده اللي هو الحاجه اللي انت عايز تكونها في المستقبل، عايز مثلا الناس تجيب سيرتك بايه، لان كده كده الناس هتفضل تجيب سيرتك، فانت لازم تخلي الناس تجيب سيرتك بحاجه كويسه. لازم ان انت تكون عندك هدف في حياتك عامه، عندك حاجه عايز توصل لها. مش شرط الهدف ده يكون شغل، او يكون مثلا واجهه اجتماعيه، او يكون مثلا ثروه او شهره او حاجه معينه. الاهداف دي بتختلف، بس انا قصدي الحاجه اللي انت بتسعى طول عمرك ان انت عايز تعملها. تمام؟ فدي حاجه لازم تكون عند كل البني ادمين، مش هي حاجه ترفيهيه او حاجه للناس اللي هم الكول بس، او الناجحين بس، او اللي بيطلعوا يقولوا كلام تحفيزي بس. لا، الموضوع ده لازم يبقى عند كل بني ادم. بعد كده تبتدي تسعى ان انت توصل لحاجه زي دي. بقى وصلت او ما وصلتش بقى دي حاجه تتوقف على حاجات تانية، لكن لازم يكون عندك حاجه اصلا انت بتسعى لها، لان انت موجود في الدنيا دي عشان تسعى، وعشان يعني تجتهد وتعمل حاجات كتير في حياتك، عشان بعد كده لما تموت الناس لما تيجي تجيب سيرتك بحاجات كويسه، تبتدي ان انت تكون سبت اثر كويس في حياه ولو بني ادم واحد بس. المهم، عارفه ان انا لخبطتكم شويه ممكن في الموضوع، بس انا حبيت اللي هو افهمكم فعلا اهميه الفيديو ده. فالمهم من غير ما اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه لازم نلاحظ ان انا ما سميتش عنوان الفيديو ده ازاي تبقوا دكاتره، ازاي تبقوا مهندسين، ازاي تبقوا رجال اعمال ناجحين، ازاي تبقوا اشهر ناس في العالم واغنى ناس في العالم وكل. لا، انا ما سميتش الفيديو كده. انا سميت الفيديو ازاي تحدد هدفك في الحياه. تمام؟ يعني ايه يعني هدفك؟ يعني انت، يعني ازاي انت تبقى عارف نفسك. فاول حاجه واهم حاجه ان انت تسمع نفسك وما تسمعش الكلام الناس اللي حواليك. الناس بتقعد تقول لك انت عشان تبقى بني ادم ناجح لازم تذاكر وتجتهد وتخش كليه طب. طب ما مش شرط، مش ممكن مش كليه طب هي هدفك. بالنسبه لك مش كليه طب هي النجاح. هي ممكن بالنسبه لناس كتير هي النجاح وهي الشطاره وهي كل حاجه، وهي فعلا كده لو انت هدفك كده، وان انت هدفك نبيل ان انت عايز تدخل الكليه دي عشان تحمي حياه الناس، وعشان عايز فعلا تقدم حاجه في المجال ده، وعشان انت بتحب المجال ده، فهي مش حاجه وحشه. مش ان احنا مثلا بنقول الدكاتره والمهندسين مش اعلى حاجه يبقى هم اوطى حاجه، لا، هم برضو حاجه كويسه وحاجه عاليه جدا ما شاء الله. بس مش هم بس الاساس، او مش هم بس الحاجه الكويسه، لا، في حاجات تانية كتير. فانت لازم اول واهم حاجه ان انت تسمع نفسك. ما بقولكش ما تاخدش راي الناس اللي حواليك في حياتك او كده، عادي، لان ممكن برضو هم يبقى عندهم وجهه نظر في حياتك وعايزين اكيد عايزين لك الخير. بس قصدي ان انت اول واهم حاجه ان انت تسمع نفسك وتشوف انت عايز ايه. فبتقول انا اساسا مش عارف، ما ده اللي مدخلني الفيديو اساسا. اول حاجه هتبتدي ان انت تجرب حاجات كتير جدا، وتشوف ايه هي اكتر حاجه انت اتبسطت وانت بتعملها، اكتر حاجه حسيت ان انت عايز فعلا تديها مجهود، حتى لو الحاجه دي مش بتعود عليك بفايده دلوقتي، بس انت بتديها مجهود عشان انت مبسوط وانت بتعملها، وعشان في يوم من الايام لما يجيلك منها عائد، ده اللي اكتر حاجه هتبقى بسطك في الدنيا. فالمهم ان انت يكون عندك برضو تنوع في الحاجات اللي انت عايز تعملها في حياتك. يعني مش مجرد ان انا مخصص ومكرس حياتي الكليه معينه مثلا بس انا عايزه ادخلها، لان ممكن لا قدر الله انا يحصل لي مثلا ظرف معين ما اقدرش ادخل الكليه دي، او ما اقدرش اشتغل في المجال ده، او ما اقدرش اعمل الحاجه الفلانيه. خلاص حياتي وقفت؟ لا، لازم يبقى عندي يعني حاجات تانية كتير في حياتي انا حابه اعملها. عشان كده بقول لكم بجد جربوا حاجات كتير واعملوا حاجات كتير، حتى لو الحاجات دي مش هتنجح معاكم، حتى لو انتوا عارفين ان انتوا عمركم هتكملوا في الحاجه دي، او مش اللي هو حاسين ان انتوا هتعرفوا تنجحوا فيها اساسا، برضو جربوها. عشان حتى مجرد فكره ان انتوا فشلتوا في الحاجه الفلانيه، فانتوا خدتوا فكره ان مش هو ده مجالكم، او مش هي دي الحاجه اللي انتوا هتعرفوا تكملوا فيها، فخلاص هتبتدوا ان انتوا تركنوها وتجربوا حاجات تانية.
فده زي ما قلنا بيجي بالتجربه، ومش بالتجربه اللي هو لازم يبقى عندكم 50 سنه عشان تبقوا جربتوا حاجات كتير. لا والله، في ناس عندها 15 و16 سنه وجربت حاجات كتير وعملت مشاريع ونجحت وفشلت و بس خدت خبره وخدت يعني حاجات كتير في الحياه. فما تفضلوش قافلين على نفسكم كده ومفكرين ان هو سايبين الدنيا كده مع نفسها. لا، اعرفوا انتوا عايزين ايه وابداوا جربوا حاجات كتير وشوفوا الدنيا هتمشي معاكم ازاي. بس ودي نقطه مهمه جدا، ان انتوا لازم وانتوا بتجربوا اي حاجه او بتعملوا اي حاجه انها تكون متناسبه مع قيمكم ومبادئكم. يعني مش عشان انا عايزه اجرب الحاجه الفلانيه بس الحاجه دي مثلا انا شايف انها من مبدأ المبادئ اللي انا متربي عليها والقيم مثلا في الحياه اللي انا عايش فيها بالنسبه لي انا، بالنسبه برضو المبادئ الدينيه ايا كانت، لازم ان كل حاجه انا بعملها تكون متوافقه مع حاجه زي كده. مش ان انا بقول لكم روحوا جربوا وعيشوا حياتكم ان احنا نروح نعمل حاجات مش متوافقه مع تقاليدنا او عاداتنا او معتقداتنا احنا ذات نفسنا. مش شرط العادات والتقاليد، المهم ان هي حاجه تكون متوافقه مع معتقداتنا احنا زي ما قلنا. وزي ما قلنا المعتقدات دي ممكن تكون يعني حياتيه، الحاجات اللي انا معتقد فيها في حياتي، وحاجات برضو دينيه، ان لازم الحاجه اللي انت بتعملها تكون متناسبه مع تعليم دينك. مش عشان انت تكون بني ادم ناجح ان انت تركن دينك على جنب وجو بعيدا عن الدين بقى وكده. لا، الدين حاجه اساسيه في حياتنا، ولازم اي حاجه بنعملها انها تكون مبنيه على اساس ديني، وان احنا نكون بنراعي ربنا وبنراعي ديننا في حياتنا عشان ربنا يكرمنا. في ناس كتير رابطه فكره النجاح والشهره والفلوس وكده بعدم وجود دين او عدم وجود مبادئ. لا بالعكس، في ناس كتير ناجحه بس برضو عندها مبادئ وعندها دين وبتهتم بدينها وبحياتها وعندها اخلاق وعندها شرف للمهنه او للحاجه اللي هي بتعملها في حياتها عامه. فمش معنى ان انا بقول كده ان احنا نلغي الحاجات الاساسيه دي. طب تمام، المهم دلوقتي انت حددت الحاجه اللي انت عايز تعملها، اتاكدت الحمد لله ان هي متوافقه مع معتقداتك ومع دينك ومع كل حاجه، اتاكدت ان انت خلاص هي دي الحاجه اللي انت عايز تعملها. على الاقل الفتره دي لازم ولا بد 100% ان انت تمسك ورقه وقلم وتكتب كل حاجه انت عايز تعملها. تكتب الهدف اللي انت عايز توصل له، بعد كده تبتدي تكتب ازاي هتوصل له، وتبتدي ان انت تخطط وتكتب بالورقه والقلم حتى لو بطريقه عشوائيه بحته، بس المهم ان انت تكتب بالورقه والقلم. كان في جمله كده بتقول، وانا الجمله دي بقيت مؤمنه بيها جدا وبحبها جدا، وبس يعني غيرت لي حاجات كتير من مفاهيمي، يعني كنت قرأها في الكتاب ده، كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه. المهم انا هعمل لكم برده فيديو قريب، يعني هصوره اصلا دلوقتي، المهم عن اهم الكتب اللي انا قراتها وكل ده، عشان في ناس كتير طلبت مني الفيديو زي ده. فيعني من ضمن اهم الكتب اللي هتكلم عنها في الفيديو هو الفيديو ده، فهو ممكن يكون الفيديو نزل دلوقتي، المهم لو نزل هحطه لكم في الديسكربشن. المهم ان الجمله بتقول، عشان احنا دخلنا في حوارات تانية، الجمله بتقول الهدف غير المكتوب هو مجرد امنيه. يعني انتوا لازم عشان عندكم هدف معين توصلوا له ان انتوا لازم تكتبوه في ورقه وقلم، وتبتدوا ان انتوا كمان تحددوا وتخططوا ازاي هتوصلوا للهدف ده، لان ده هيسهل عليكم كتير جدا، وكمان هيدي زي تعليمات لعقلكم ان خلاص دي حاجه احنا بنشتغل عليها، فمخكم هيبتدي ان هو يتجه لحاجه زي كده، مش مجرد ان هو كان تفكير عابر وخلاص. ومن احسن الطرق اللي انت تبتدي ان انت تستغلها في ان انت تخطط لاهدافك وتحققها هي طريقه السمارت جولز. فانا اتكلمت عنها في فيديو منفصل، فمش عايزه اطول فيها في الفيديو ده، فهحط لكم الفيديو اللي انا اتكلمت عنه فيها عشان ما اطولش عليكم زي ما قلت، وعشان هي طريقه حرفيا ناجحه جدا. فاصلا حته ان انا اتكلم عنها في الفيديو مش هيكفيها، هي محتاجه فيديو لوحدها. ففي الفيديو ده انا شرحت فيها كل حاجه، وان شاء الله بجد هتفرق معاكم زي ما فرقت معايا. لازم برضو ان انت تبتدي تهتم بالتوازن في حياتك في الاهداف اللي انت عايز تعملها. يعني مش انت مثلا محدد ان انت عايز مثلا تبقى يعني تحدد اهدافك في الحياه العمليه، ان انت عايز تبقى ناجح في شغلك وعايز شغل معين وعايز تكون مثلا ثروه او عايز تكون حاجه كبيره. المهم ان انت هتهتم بشغلك قوي، مش لازم ان انت عشان تهتم بشغلك ان انت تهمل حاجات تانية زي عيلتك زي صحتك زي نفسيتك زي حاجات تانية كتير. احنا ممكن نبدي حاجه على حاجه ونرتب اولوياتنا، ان انا اولوياتي الفتره دي هي الشغل، بس مش معنى كده ان انا مش من ضمن برضو اولوياتي التانية هي عيلتي واهلي وصحتي وصحابي وحياتي وصحتي النفسيه، وان انا ما اضغطش على نفسي. لا، لازم يكون عندك اولويات. وانت مثلا هتركز على الحاجه الفلانيه الفتره دي، لا مثلا خلاص ركزنا في الشغل اول كام شهر، لا نبتدي ان احنا نراجع علاقتنا مع اهلنا ونرجع نقرب منهم تاني، عشان هم برضو من ضمن الاساسيات في حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعيه عامه يعني. فلازم ان احنا نقسم ونوازن ما بين الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا، زي ما قلنا، من ناحيه حياه عمليه، حياه اجتماعيه، حياه صحيه، حياه نفسيه، اي حاجه. المهم ان احنا نكون متوازنين وبنعادل ما بينهم، لان لو واحده فيهم غلبت والتانيين نزلوا بجد النجاح اللي انت هتحققه في حته معينه مش هيبقى له اي قيمه طالما انت خسرت حاجات تانية. اخر نقطه والمهمه جدا، ان انت لازم تراجع نفسك كل فتره، لان مش شرط احنا الهدف اللي احنا اخترناه الفتره دي ان هو يكون متناسب معانا برده في الفتره اللي بعدها.
فمثلا ممكن تحدد نفسك مثلا ان انت عايز كل 6 شهور مثلا تبتدي تشوف ايه هي الحاجات اللي انت عملتها، تبتدي تراجع نفسك. وده هيساعدك جدا لو انت كنت كاتب الحاجات اللي انت عملتها. فحته التخطيط والكتابه مهمه جدا كمان، في حته ان انت لما تبقى توصل لمرحله ان انت عايز تراجع نفسك، تشوف هل انت كنت ماشي صح ولا ماشي غلط ولا. فابتدي ان انت كل فتره كده، ايا كان 6 شهور، سنه، 10 شهور، اي حاجه، المهم ان انت كل فتره تبتدي تراجع نفسك، تشوف هل انت فعلا التزمت مثلا بالحاجات اللي انت عملتها. هل مثلا انت لما وصلت للحاجات اللي انت كنت محددها دي، هل فعلا اتبسطت، وهل فعلا حسيت ان انت نفسك وان انت عايز تكمل في المجال ده ولا لا. ولو لقيت نفسك لا، عادي، مفيش مشكله جدا ان انت تغير، وان انت تبتدي زي ما قلنا تجرب حاجه تانية، وهكذا. العمر لسه قدامنا طويل. ابتدي من بدري، ابتدي من وانت صغير، ابتدي يفكر وشوف وحدد اهداف واعمل حاجات، عشان لما تكبر بعد كده ويبتدي يبقى عندك مثلا 20 30، لا 20 لسه صغير قوي، 30 40 سنه، تحس ان انت جربت حاجات كتير وعملت حاجات كتير في حياتك. برضو ان انت ممكن تبقى بتتفرج على الفيديو ده وانت عندك مثلا لسه في عشريناتك مثلا، وما فكرتش في حاجه زي كده، والفيديو ده نور حاجه قدام عينيك، عادي، ابدا من دلوقتي، اقفل الفيديو ده وهات ورقه وقلم واكتب الحاجات اللي انت عايز تعملها، وابتدي اكتشف نفسك وشوف نفسك. انت برضو لو انت مثلا كانت دماغك مقفوله شويه على مجرد ان انت بنوته، اخرك مثلا ان انت تتجوزي وتعيشي وخلاص، حتى لو ده هدفك في الحياه، عادي، في بنات عادي دي اكتر حاجه ممكن تبسطها، فدي مش حاجه عيب. بس لو انت مثلا كنت حاسه ان انت عندك حاجات تانية عايزه تقدميها، وعندك حاجات تانية عايزه تعمليها في حياتك، هاتي ورقه وقلم وابتدي اكتبي وشوفي نفسك وشوفي حياتك. حتى مثلا لو انت اهلك مثلا مشكله او عائق بالنسبه لك، مفيش حاجه مشكله، طالما انت عندك هدف وعندك حاجه عايز تعمليها، حاولي مره واتنين، اتكلمي معاهم مره واتنين، طالما انت ما بتعمليش حاجه غلط، وطالما انت زي ما قلنا الحاجات اللي انت هتختاري ان انت تعمليها في حياتك متوافقه مع مبادئك ومع معتقداتك، فلازم ان انت تحاربي عشانها. وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا مش بيضيع تعب حد، طالما انت الناس حتى اهلك شافوكي بتسعي في حاجه معينه بجد، يعني حتى لو هم قافلين قوي، واحده واحده هيبتدوا يلينوا، عشان شايفينك قد ايه انت بتتعبي في الحاجه دي وعايزاها. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. الفيديو قد ما هو كان خطوات تعملوها، قد ما هو تحفيز ان انتوا تقوموا فعلا تعملوا حاجه معينه، اي حاجه، حتى لو الحاجه دي في بالكم. على فكره هي ممكن تكون الحاجه دي في بالكم ان انتوا عايزين تقوموا تعملوا الحاجه الفلانيه، بس انتوا يعني كنتوا مستنيين زقه كده. فاتمنى ان الفيديو ده يكون يعني هو الزقه اللي قومتكم ان انتوا تعملوا حاجه، ويا رب يفيدكم بجد، يكون الكلام اللي انا قلته ده فاتكم. الكلام ده انا مش جايباه من فراغ، انا جايباه من تجربتي انا شخصيا، ازاي انا ابتديت افكر في حياتي، ازاي انا مثلا عندي 16 سنه دلوقتي، بس محدده حاجات عايزه اعملها في يعني لحد ما اخلص العشرينات مثلا، حاجات انا عايزه يعني اعملها، مش مجرد ان هي مش حاجات يعني منظمه قوي او ثابته قوي، لان الحياه متغيره، ولان انا لسه برضو ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اخطط لكل حاجه او اعمل كل حاجه، بس على الاقل بفكر، وعلى الاقل لا في دماغي ان انا عايزه اعمل حاجات وان. فاللي هو مش سايبه الموضوع كده وخلاص، لا بفكر ازاي ابني حياه، وازاي انا ابقى بني ادمه ناجحه وبني ادمه كويسه وبني ادمه ليا قيمه، بما يتناسب مع معتقداتي ومع طريقه حياتي وطريقه تربيتي وكل الكلام ده. فمش عيب ابدا ان احنا نبتدي نفكر في حاجات زي كده، زي ما قلنا حتى من سن صغير. المهم يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو ده كتير جدا جدا مع اي حد حابين ان انتوا تشاركوه في الافكار دي، او حد حابين تاخدوا رايه، او حتى لو اهلكم مثلا شيروا معاهم الفيديو ده. لو انتوا مثلا عندكم حاجه معينه كنتوا حابين ان هم يقتنعوا بيها، اعتقد ان هم لما يشوفوا فيديو زي ده ويشوفوا قد ايه ان احنا عندنا افكار وان احنا نقدر نعمل حاجات، يتشجعوا شويه ويعني يقتنعوا بالحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها. فبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبس كده اشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.